الموضوع كله بدأ في أول مرة كنت عايز أعمل ديزاين خالص، رحت عشان أجمع ستوكات صور عشان أستخدمها، فلقيت إني مش هعرف أحمل ولا صورة من على شاتر ستوك قبل ما أشترك في الموقع. الاشتراك بيسمح لي إني أحمل 10 صور بس في الشهر وهدفع في حدود $5. وقبل كل ده هو فين البرنامج أو حتى الجهاز اللي هشتغل عليه؟ ولما دورت لقيت إن ده رينج أسعار اللابات، وهنضيف عليهم سعر اشتراك أدوبي اللي هو تقريبا ب 1400 جنيه اللي هم حوالي $28. يبقى كده المجموع لحد دلوقتي $33. ده غير طبعًا مواقع الذكاء الاصطناعي وأشهرهم Midjourney، والاشتراك بتاعه بيكون $10 في الشهر، ولو احتجت كمان تضبط التكست بتاعك بفونت حلو فأنت محتاج حوالي $50 كمان، يبقى كده الإجمالي كله $393. بس لو قلت لك إنك هتعمل كل ده من غير ما تدفع ولا جنيه، ولا يكون عندك حتى جهاز كمبيوتر، وأيوه أنت سمعت صح. أهم حاجة بس قبل ما نبدأ إنك تعمل لايك وسبسكرايب وانزل بالإنترو. أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم. أول موقع معانا وهو فوتوبيا، ومن وجهة نظري أهم ميزة فيه هي إن الواجهة بتاعته شبيهة جدا لفوتوشوب وتقريبا في نفس الأدوات، وده طبعا هيسهل عليك جدا لو اشتغلت على فوتوشوب قدام. والأهم من كل ده إنك ممكن تستخدمه على الموبايل وهيطلع معاك نتائج ممتازة. ولو عايز تعرف تفاصيل أكتر عن الموقع ممكن تتفرج على الفيديو ده واللي كنت عامل فيه تحدي بين فوتوشوب وفوتوبيا. تاني موقع معانا هو كانفا، وتقريبا مفيش حد مش عارف كانفا. ميزة كانفا انك تقدر تعمل عليه اي حاجة حرفيا، مش شرط ديزاينات سوشيال ميديا بس. على سبيل المثال تقدر تعمل عليه فايل، فيديو وايت بورد، برزنتيشن، حتى كمان تقدر تعمل عليه فيديوهات. مشكلة كانفا بالنسبة لي هي ان المساحة الإبداعية هناك قليلة، لأن معظم الديزاينات بتكون عبارة عن تمبلت وبتبدأ تعدل عليه. وبرضه أنا معنديش خبرة أوي في كانفا، فياريت لو حد عنده معلومات أكتر يقول لنا في الكومنتات. وبرضه كنا عملنا فيديو قبل كده عن كانفا وكان عبارة عن تحدي بينه وبين الفوتوشوب، تقدر تتفرج عليه بعد ما تخلص الفيديو ده. ودلوقتي نروح على المواقع اللي هنجيب منها ستوكات الصور اللي هنستخدمها في الديزاينات. وأول موقع معانا هو Unsplash. الموقع ده هتلاقي عليه صور هتفيدك جدا لو انت بتعمل تصميمات دمج وعايز صور بكواليتي عالية تستخدمها، وتقدر كمان تتحكم في حجم الصور قبل ما تعمل لها داونلود. تاني موقع معانا وهو فوتي ريندرز، والموقع ده عليه صور لأي لعيب كورة في أي دوري يجي في دماغك، وهتلاقي هنا كل دوريات العالم حرفيا، ومش ناسيين لعيبة الدوري المصري كمان. ممكن كمان تبحث باسم اللاعب اللي انت عايزه من هنا، والأحلى من كل ده إن الصور كلها مقصوصة PNG، يعني تحمل الصورة وتستخدمها في الديزاين على طول. ودلوقتي بدل ما تروح تحمل الصور من مواقع مدفوعة زي شاتر ستوك أو فريبيك، فانت ممكن تجيب نفس الصور دي ببلاش، وده عن طريق إنك تروح على الصورة اللي أنت عايزها وتاخدها سكرين من كنترول شيفت اس وتروح على شات جي بي تي. هترفع له الصورة وتطلب منه إنه يكتب لك برومت احترافي ليها، وهتاخد البرومت ده كوبي عشان هنروح دلوقتي على الموقع التالت معانا وهو ImageFX. والموقع ده عشان تستخدمه محتاج إنك تكون محمل VPN. هتحط له البرومت اللي أنت واخده كوبي هنا وتدوس جنريت وتستنى عليه شوية، وهتلاقيه عمل لك تقريبا نفس الديزاين ويمكن أحسن كمان. وممكن إنك تتحكم في مقاسات الديزاين من هنا، وتقدر كمان إنك تدوس على جنريت مرة كمان لو عايز نتائج أكتر. وخليني أقولك إن الموقع مميز جدا في تصميمات الإعلانات اللي بتحتاج فيها موديل يكون واقف بوضعية معينة مثلا، فخلينا نجرب ممكن نعمل ده إزاي. والبرومت المرة دي هيكون عبارة عن إنه يعمل لي موديل يكون ماسك إزازة عصير في إيده ويكون مبتسم، وبعد ما ندوس كرييت هتكون دي النتيجة معانا. ودلوقتي نروح للموقع الرابع وهو جوجل ويسك، وهو تبع ImageFX بس وظيفته مختلفة شوية، فخليني أشرح لك هنستخدمه إزاي. أول حاجة طبعا بتعمل تسجيل دخول بأي أكونت عندك، والموقع فكرته ببساطة إن بيعمل دمج للصور مع بعض. أول حاجة بنعملها لما بندخل على الموقع هي إن إحنا بندوس فوق هنا، وبعدين بندوس على Start from Scratch، وفي السبجكت بنحط الصورة اللي عايزين نعمل لها دمج، وفي السين بنحط الصورة اللي عايزين نعمل نفس المود بتاعها، وفي الستايل هنا ممكن نكرر الصورة اللي فاتت تاني. أنا مثلا حطيت صورة العربية دي في السبجكت، وحطيت الصورة دي في السين عشان اخد منها المود بتاعها، وفي الستايل كررت الصورة نفسها، وبعد كده دوست جنريت، ودي كده هتكون النتيجة معانا. ممكن نكتب هنا التفاصيل اللي حابين تكون موجودة في الصورة، مثلا هقول له نضيف مطر هنا، وهنلاقيها اتضافت معانا بكل سهولة.
وحرفيا يا جماعة الموقعين اللي فاتوا دول كنز ولازم تستفيد منهم، لأني مفتكرش إنهم هيفضلوا مجانيين على طول. ونروح دلوقتي على خامس وآخر موقع نجيب من عليه صور، وهو ليوناردو AI. أعتقد إن أنت غالبا هتكون عارف الموقع ده واستخدمته قبل كده، لكن اللي ممكن تكون لسه مش عارفه هو الفلو ستيت اللي موجود في الموقع. وفكرتها إنك بتكتب البرومت بتاع الصورة اللي أنت عايزها، وتقدر كمان إنك تعدل عليها بشكل مباشر وأنت شغال. خلينا مثلا نعمل تجربة. قبل ما نعمل التصميم فاحنا محتاجين نظبط كام حاجة. أول حاجة هنخلي الفايب ساينس فيكشن، واللايتنج هيبقى لو كي، الشوت تايب هيبقى سينيماتيك، ونخلي آخر حاجة كول تون. ممكن إنك تعدل في الحاجات دي على حسب الستايل اللي أنت محتاجه. أنا هنا كتبت له برومت إني عايز ضفدع يكون على شكل سوبر هيرو ويكون طاير فوق مدينة فيها أنوار من النيون، وفي الآخر هندوس جينيريت، ودي كده النتائج اللي ظهرت معايا. ممكن إنك تعدل من هنا على المقاسات بتاعة التصميم براحتك، وممكن مثلا نضيف له إن عايز الضفدع يكون لابس خوذة فضاء، وندوس جينيريت هنلاقيه ضافها معانا بكل سهولة. ممكن برضو خليه لابس نضارة شمس، ودي كده هتكون النتيجة. وفي كل مرة بتعمل فيها جينيريت بياخد من النسبة بتاعة المحاولات المجانية بتاعتك، فما تنساش تجربها وتقولي رأيك. ودلوقتي بعد ما جبنا الصور فممكن يكون صورة ولا اتنين من اللي احنا جبناهم الكواليتي فيهم مش أحسن حاجة. فهل في طريقة نعلي بيها الجودة بتاع الصور وتكون مجانية في نفس الوقت؟ خليني للأسف أقولك إن مفيش طريقة. في 3 طرق. وأول طريقة هي إنك تروح على فريبك وتروح على أب سكيل، وهتلاقي إن عندك محاولتين مجانيين كل يوم ترفع بيهم جودة الصور بتاعتك. ويفضل إنك تكتب هنا برومت سريع للصورة عشان يديك نتيجة أفضل. وهتلاقي إنه ضافلك تفاصيل قوية جدا ومكانتش موجودة في الصورة الأصلية أصلا. ودلوقتي هنروح على تاني موقع معانا وهو أبسكايل، وأول ما يفتح معاك هتدوس على داونلود من فوق هنا، وهتلاقي إنك ممكن تحمله على الماك أو الويندوز عادي جدا. بعد ما تحمله هيفتح معاك بالشكل ده، وهتلاقي الواجهة بتاعته بسيطة جدا. هنا بتحط له الصورة، وهنا بتختار الموديل اللي محتاجه، وهتلاقيه كاتب لك كل موديل بيبقى مناسب لأي نوع من الصور. وبتختار هنا انت عايز ترفع الكواليتي بمقدار قد ايه، وهنا بتختار المكان اللي هتتحفظ فيه الصورة، وفي الآخر بتدوس أب سكيل. هيحمل شوية وهتلاحظ النتيجة بالشكل ده، حرفيا أكنها صورة تانية زي ما انت شايف. تالت وأهم موقع في رفع جودة الصور بالنسبة لي وهو بيك ويش. أول ما بيفتح معاك بتسجل بالإيميل عادي جدا، وبتروح على انهانس فوتو وتبدأ ترفع الصورة بتاعتك من هنا، وهتستنى عليه يحمل شوية، ودي هتكون النتيجة في الآخر. وحرفيا النتيجة قوية جدا، وبتقدر إنك تحمل الصورة من هنا، وما تقلقش الوتر مارك دي بتتشال بعد ما تحمل الصورة. والموقع عليه حاجات تانية كتير قوية جدا، زي إنك تقدر تشيل خلفية أي صورة، وممكن تضيف خلفية بالذكاء الاصطناعي، أو تشيل الوتر مارك بتاعت أي صورة، وحاجات تانية كتير ممكن إنك تجربها بنفسك. أول موقع معانا وهو فري فيسز. الموقع عليه فونتات كتيرة جدا لسه نازلة جديد وشكلها كلها مميز، ولو عجبك أي فونت بتدوس عليه، ولما بيفتح معاك بتدوس هنا تقدر تحمله من داونلود وتستخدمه في تصميماتك الجاية. تاني موقع معانا وهو ده فونت، والموقع عبارة عن مكتبة شاملة كل الفونتات الإنجليش اللي أنت هتحتاجها، وهتلاقي فوق مقسمهم لك لستايلات مختلفة، وفي كمان خانة السيرش عشان لو عايز تدور على فونت معين. آخر موقع معانا هو الأشهر في الفونتات العربي وهو Arab Fonts. يعني الموقع ده عليه كل الفونتات العربي اللي انت محتاجها وهتحتاجها كمان، زي مثلا خط الرقعة، الخط الديواني، الخطوط الحرة، وهتلاقي عليه هنا مخطوطات الخط العربي كمان لو احتجتها. آخر مجموعة مواقع معانا وهي مواقع مجانية هتفيدك وانت شغال. وأول موقع فيهم هو فلات ايكون، والموقع ده هتلاقي عليه أي ايكونز في أي مجال انت عايزه. أنا مثلا هكتب في السيرش تكنولوجي، هلاقي إنه طلع لي كل الايكونز اللي ليها علاقة بالتكنولوجي. آخر موقع معانا النهاردة وهو براش ايزي، وهو موقع هتلاقي عليه أي نوع فرش أنت محتاجها. مثلا أنا كنت بعمل التصميم ده ومحتاج براش أعمل بيها تأثير الرياح، فهكتب في السيرش ويند، وهختار من النتائج المجانية اللي أنا عايزه، وممكن أحملها من هنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، ولو ما عجبكش اعمل شير وكومنت. أشوفك الفيديو الجاي. سلام.